السلام عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو النهارده باذن الله هنكمل من مكان ما وقفنا في جزئيه الاديت، وهنبدا نتكلم عن افضل الافكتات اللي استخدمتها شخصيا، وهننتقل بعد كده للانسبكتور اللي فضل مستنينا وقت طويل قوي. فبلاش كلام كتير ويلا بينا نبدا. عشان تضيف اي افكت في عندك طريقتين. اول طريقه انك تحدد المنطقه اللي عايز تحط فيها الافكت، فانا مثلا هحط الافكت من اول هنا لحد هنا، فعملت القطعتين في الجزئيه دي، وبعد كده بنيجي نسحب الافكت. اول افكت هنتكلم عليه هو مثلا البلور، هو موجود هنا في الاوبن اف اكس. هنلاقي عندنا انواع كتيره جدا من البلور، هناخد منها مثلا البوكس بلور، وهلاحظ ان الافكت اتضاف معايا عادي جدا. خلينا بقى نرجع للاول خالص ونشرح الطريقه الثانيه اللي نقدر نضيف بيها الافكتات، واللي هي الادجستمنت كليب. طبعا هي موجوده في التول بوكس، هنبدا نسحبها. وفكره الادجستمنت كليب ببساطه ان اي افكت بتحطه عليها بيطبق على كل اللايرز اللي تحتها، والموضوع ده مش بس بيشتغل مع الافكتات، هو كمان بيشتغل مع جزئيه الكالر جريدنج اللي هنجيلها بعد كده ان شاء الله. فخلينا نقلل الادجستمنت لاير مثلا لحد هنا، انا عايز اعمل افكتات في المنطقه دي، وخلينا نجيب تاثير البلور من تاني ونحط البوكس بلور. هنلاقي ان الجزئيه اللي عندها الادجستمنت لاير اتحط عليها الافكت، واي جزئيه تانية بره الادجستمنت لاير الافكت مش موجود عليها. وطبعا لو ضغطنا على اللاير اللي فيها الافكت بتاعنا هيظهر عندنا في الانسبكتور في قائمه الافكتس كل الاعدادات اللي نقدر نتحكم عن طريقها في الافكت بتاعنا. عندك مثلا ان احنا ضايفين البوكس بلور، ممكن عن طريق الجزئيه دي تبدا تتحكم في البوكس بلور هيبقى قد ايه، والسلايدر اللي بعد كده بيتحكم في نعومه الافكت. خلينا بس نقلل البلور شويه. وعندك البوردر تايب، دي حاجه كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. هي فكره ان الطبيعي لما بتعمل بلور الاجزاء اللي بره بتبقى سودة عشان في اجزاء بتختفي فعليا، فهو مديك كذا اختيار ممكن تصلح بيه المشكله دي. انا شخصيا بفضل الريفلكت. لو عايز ترجع اي اعداد للديفولت بتاعه ممكن تضغط على السهم الصغير اللي هنا ده، او مجرد بس ان انت تضغط دبل كليك هنا هتلاقي السلايدر رجع للقيمه الديفولت بتاعته. ولو عايز تعمل ريسيت للافكت كله مجرد بس ان انت بتضغط على السهم ده بيرجع لك كل الاعدادات للقيمه الديفولت. وعن طريق الجزئيه دي ممكن نعطل او نشغل الافكت، ولو ضغطنا هنا الافكت هيتمسح تماما. وعندك انواع بلور تانية ممكن تستخدمها. عندنا مثلا الدايركشنال بلور، وده بيعمل بلور في اتجاه معين. لو سحبنا ده كده البلور بيزيد، وهنا ممكن نتحكم في الانجل. عندك كمان الجاوزيان بلور، ده يعتبر نسخه من البوكس بلور بس انعم. بعد كده عندنا الموسياك بلور، اتمنى اكون بنطق اسمها صح. لو حطيناه بالشكل ده هتلاقي ان هو عمل لك بيكسليشن في الصوره، ممكن تتحكم في عدد البيكسلز من هنا، وممكن تغير شكل البيكسلز بدل ما هي سكوير مثلا ممكن يعمل لك شويه مضلعات سداسيه او مثلثات. انا شخصيا بسيبها على السكوير. عندك الانتي اليزنج، هي تقريبا بتعمل نعومه ما بين البيكسلز، ولكن لو قللتها خالص هتلاقي فرق الالوان بيظهر عليهم، ولو سحبتها للاخر هتلاقيها يعني انعم ما يكون. وطبعا تقدر تتحكم في انهي افكت هو اللي بيبقى في الاول وانهي واحد هو اللي بيبقى في الاخر. يعني مثلا خلينا نزود البيكسلز شويه ونرجع نشغل الجاوزيان بلور. هنلاحظ ان الجاوزيان بلور اتطبق الاول، وبعد كده البلور بتاع البيكسلز اتطبق فوقه بالظبط، ونقدر نغير اماكنهم عن طريق الاسهم اللي هنا دي. فانا هضغط على السهم اللي فوق هنا، فهنلاقي ان البيكسليشن حصل الاول وبعد كده الجاوزيان بلور اتطبق فوق. تمام، خلينا بقى نمسح الافكتين دول وننتقل لنوع تاني مختلف شويه من البلور اسمه البريزم بلور. ده بيعمل زي تاثير الار جي بي على الاطراف كده، وزي ما احنا متعودين عندك السلايدرز الجميله اللي هنا دي ممكن تتحكم فيها بقوه البلور وشويه تاثيرات ليها علاقه بالافكت ذات نفسه يعني. وبما اننا شفنا البوزيشن هنا فنقدر نخمن ان الاف اكس اوفرلاي بتظهر لنا علامه في النص، ممكن عن طريقها نحدد المكان اللي البلور هيركز عليه. يعني في المشهد ده مثلا ممكن نفترض ان النقطه دي هي الجزئيه اللي انا هنتقل لها مثلا يعني. وده كان بالنسبه للبلور. خلينا بقى نمسح الافكت وننتقل للافكت اللي بعده على طول، واعتقد الافكت ده مفيش حد فيكم عداش عليه، وهو الكاميرا شيك. خلينا نسحبه ونحطه هنا. ده بكل بساطه بيعمل اهتزازات في الكاميرا بالشكل ده. خلينا بس نزود الدنيا شويه بحيث ناخد وقتنا، ده اللي احنا عارفينه طبعا. ولو جينا على الافكتات من هنا هنلاقي ان احنا ممكن نتحكم في اقصى مسافه بيتحركها. ممكن مثلا نخليها حاجه بسيطه خالص بالشكل ده كده، يعتبر مش باين. فخلينا نرجعها زي ما كانت ونبدا نغير السبيد اللي هي السرعه بتاعه البلور. كل ما زودتها كل ما تحس ان في زلزال بيشتغل في الفيديو، ولو قللناها هنلاقي ان هو شغال، تحس ان انت في فيديو تشيلنج كده، مثلا حد قاعد يتكلم وبيقول حاجه ظريفه يعني. اعتقد انتوا عارفين النوعيه دي من اللقطات يعني. خلينا مثلا نجيب اي جزئيه هاديه في الفيديو، انا بتمشى مثلا، فالسرعه البطيئه دي مديانا افكت زي ما نكون احنا قاعدين بنتفسح يعني، لحد ما تشوف الشعاع ده فيقول لك ان الافكت ده كان كذاب. وعندنا سلايدر كمان بتاع الموشن بلور، ممكن تتحكم في كميه الموشن بلور اللي بتحصل. دي هتبان قوي لو زودنا السبيد، طبعا ده بيخلي دافينشي تقيل حبه، ولو وقفنا في اي حته في النص هتلاحظ تاثير الموشن بلور شغال معانا. فخلينا نرجع كل الكلام ده للديفولت بتاعه، وهتلاقي فيه شويه اعدادات اضافيه تحت. هتلاقي عندك مثلا البان امبليتيود والتلت امبليتيود. ممكن نقول ان البان دي اقصى مسافه افقيه والتلت هي اقصى مسافه راسيه، وده هنلاحظه لو زودنا البان للاخر. هنلاحظ ان هو بيتحرك يمين وشمال كتير. ولو رجعنا البان للديفولت بتاعها وزودنا التلت شويه وجينا نشغل هنلاحظ ان هو بيتحرك لفوق وتحت اكتر. ولو جينا وزناهم مع بعض هنلاقي الفيديو قلب زلزال. عندك حاجه تانية بقى وهي الروتيشن امبليتيود، ممكن تخلي الفيديو يقعد يميل كده وهو بيتهز. وحاجه كمان هي زوم امبليتيود، دي بتخلي الفيديو يعمل زوم ان وزوم اوت، بس لازم نزود الزوم سبيد شويه.
بالشكل ده، تلاقي الفيديو عمال يعمل زوم ان وزوم اوت. وبالنسبه لجزئيه الاوت وورد اونلي، معنى كده ان الفيديو بيعمل زوم ان بس ما بيطلعش بره الكادر. عندك الان وورد بيطلع بره الكادر بس، ولو خليناه اوت وورد اند ان وورد بيعمل الاثنين، بيقعد يدخل جوه ويطلع بره. فانا شخصيا بسيبه على اوت وورد اونلي. وخلينا نرجع الكلام ده كله للديفولت بتاعه. والجزئيه المهمه اللي بعد كده عندك مثلا الشيك كواليتي. عندك اول واحده اللي هي الساين دي الطبيعيه اللي بتخلي الفيديو بيعمل اهتزاز بنعومه كده، ولو نقلناه على السكوير ويف هتلاقي الفيديو زي ما يكون بينط فعليا، ما بيتحركش بالطريقه الطبيعيه اللي احنا عارفينها. فانا طبعا بسيبها على الساين زي ما هي. بعد كده هننتقل للجزئيه بتاعه البلانكينج هاندلنج. دي جزئيه مهمه حبه. خلينا نفترض ان انت زودت الموشن سكيل وزودنا مثلا البان امبليتيود والتلت امبليتيود، وممكن نبوظ الدنيا خالص فنخلي الزوم تايب يبقى ان وورد اونلي. هتلاقي الفيديو بيطلع بره والكادر حواليه اسود. ففكره البلانكينج هاندلنج هو بيقول لك انت عايز اللون الاسود ده يبقى ايه، هيفضل بلاك زي ما هو، ولا نعمل له ريبليكيت يعني بياخد اخر الفيديو ويسحبه السحبه اللي انتوا شايفينها دي، ولا عايزه يعمل ريفلكت هيعكس اطراف الفيديو، او الراب اراوند اللي تحت هيطلعه فوق واللي فوق هينزله تحت، واللي على الشمال هيجيبه على اليمين واللي على اليمين هيجيبه على الشمال. فشوف انت عاجبك انهي واحد فيهم. انا شخصيا بختار الريفلكت، يعني شايف ان هو منطقي اكتر بصراحه. وممكن تتحكم في الزوم تو كروب بحيث ان انت مثلا تقلل المسافه اللي بيطلعها بره الكادر يعني. واخر افكت معانا وهو ما يعتبرش افكت فعليا وهو التكست، بس ده موجود في التول بوكس. ده عباره عن تكست عادي جدا بتسحبه وبتحطه، ما هوش افكت اصلا. ممكن نشيل بقى الادجستمنت لاير عشان خلاص مش محتاجينها. وطبعا لما بتضغط على التكست هتلاحظ ان في شويه اعدادات ظهرت لك هنا. ممكن تغير التكست من هنا، تكتب مثلا احمد، ولو كتبنا عربي مش هيقول لنا حاجه يعني. وممكن ننزل سطر لتحت ونكتب دافينشي مثلا. وممكن نغير الخط من هنا. انا مثلا بختار خط اسمه كريم، ده اللي انا عمال احطه في الفيديوهات والصور المصغره من ساعه لما بدانا السلسله. وعندك هنا الفونت فيس، لو الفونت بتاعك ليه كذا درجه، مثلا انا عندي الريجولار والبولد. خط مثلا زي كايرو بيبقى ليه 5-6 درجات. وعندك برضو اللون ممكن تتحكم فيه، ممكن نخلي التكست يبقى احمر مثلا. ممكن تغير السايز. عندك حاجه اسمها التراكنج، خلينا نرجع السايز بس للديفولت الاول. التراكنج ده هو المسافه ما بين الحروف، وده مش حلو خالص في العربي، ولكن في الانجليزي الوضع بيبقى اظرف من كده بكتير. ممكن نقلل التراكنج كده بالمنظر ده. عندك بقى اللاين سبيسنج، لو احنا كاتبين كذا سطر تحت بعض نقدر نتحكم في المسافه ما بين السطور. عندك بقى الفونت ستايل، ممكن تخليه اندرلايند، ممكن تخليه مثلا يبقى فيه خط فوقه الخط في النص. وعندك الفونت كيز ممكن تخلي مثلا اول كابس يعني كله هيبقى كابيتال. وممكن نتحكم بالانكر بوينت، لو خليناها تحت خالص التكست هيطلع فوق بحيث الانكر بوينت تبقى في النص، ولو خلينا الانكر بوينت فوق هنلاقي التكست نزل تحت، ولو خليناها على الشمال هتلاقي التكست اترمى على اليمين. وعندك هنا البوزيشن، ممكن تتحكم بمكان التكست. عندك الزوم مثلا، ممكن تغير منه حجم التكست. وعندك الروتيشن انجل، ممكن تخليه لف. وطبعا ده سبب وجود الانكر بوينت فعليا، ان انا لو خليت الانكر بوينت تحت هتلاقي التكست عمال يلف حوالين النقطه اللي هنا دي. وممكن تزود السايز بتاع الستروك مثلا بحيث يطلع معاك الستروك بالشكل ده. ممكن تغير لونه، نخليه ابيض مثلا بالشكل ده كده. ممكن نخليه حاجه صغيره كده. ممكن طبعا تضيف شادو مثلا. ممكن نزود الاوباسيتي بتاعته، البلور نقلله شويه. ممكن تحرك الاوفست شويه بحيث الشادو يبقى فيه مسافه بينه وبين التكست، حاجه زي كده مثلا. وممكن تتحكم في نعومته عن طريق جزئيه البلور دي، ممكن نخليه كده مثلا. حته الدروب شادو دي بتبقى مفيده عامه لو انت عندك تكست لونه ابيض وعايز تحطه على خلفيه بيضه. هحاول اجيب لكم حته من الفيديو مثلا يبقى فيها خلفيه فاتحه شويه، حاجه زي دي مثلا. فهنلاحظ طبعا من غير الدروب شادو التكست يعني زي ما يكون مختفي، ولو شغلنا الدروب شادو هنلاقي التكست بقى واضح اكتر. ممكن بقى نتحكم في الاوفست والبلور زي ما احنا عايزين. والحاجه الغريبه اللي لاحظتها اننا لما بنرجع الاوفست للصفر بنلاقي ان الشادو اختفى خالص. فممكن بس تزود كسر صغير هنا كده، 0.001 انتر. مفيش فايده برضو الحمد لله. اوكي خليه مثلا على 1/10. مفيش فايده برضو. ممكن نخليه على 1. اوكي كده الدروب شادو ظهر. وعندك كمان جزئيه الباك جراوند، ممكن تتحكم في الارتفاع كده بحيث ان انت تحط خلفيه للتكست. ممكن تتحكم في تقوس الزوايا. ممكن تغير المركز بتاع الباك جراوند. ممكن تتحكم في الاوباسيتي. ممكن حتى تزود اوت لاين اللي هو بيبقى ستروك فعليا. ومن هنا ممكن تغير اللون بتاع الباك جراوند. انا مثلا هخليه احمر، مش عارف ليه معجب بالاحمر قوي الفتره دي. عندك مثلا الاوت لاين كلر، ممكن نخليه ازرق بقى المره دي، هيطلع معانا بالشكل ده. والحاجه الطبيعيه اللي هتظهر ان الفيديو مثلا انا لو عايز احط التكست هنا مثلا هلاقي انه ظهر مره واحده واختفى. فممكن نعمل حاجه بسيطه جدا. فاكرين لما كنا بنضغط شيفت ونغير حجم التراك لحد ما يظهر الخط اللي هنا ده، ونزوده كمان سنه عشان الاطراف اللي هنا دي تظهر؟ فنبدا نعمل كده مثلا بحيث اننا ندي للتكست تاثير الفيد في الاول. نبدا نشغل، هيظهر معانا بالشكل ده. جميل. طبعا في حد عنده فضول هيقول لي ايه الفرق ما بين التكست بلس والتكست. كل الفكره ان التكست بلس بيديك شويه اعدادات اضافيه تقدر تتحكم فيها. طبعا ده هيبان اول لما ندخل هنا. فمثلا الانكر بوينت كان طالع منها الاختيارات اللي هنا واللي هنا بس، دلوقتي بقى ممكن نتحكم فيها بشكل ادق. وهنا كمان نفس الحكايه. عندك افكت اسمه الرايت اون، ده هتقدر تستخدمه ان شاء الله لما نشرح موضوع الكي فريمز. فكرته بكل بساطه ان انت بتخلي التكست يتكتب وانت شغال. اقول لك على حاجه، هو سهل ما فيهوش حاجه يعني، ممكن نبدا نعمله دلوقتي. يعني مثلا عندك، خلينا نروح للاخر هنا ونحط كي فريم، وبعد كده هنرجع في الاول خالص
ونبدا نسحب دي للاخر خالص، هنلاقي حط كي فريم تاني معانا، وبمجرد لما نشغل الفيديو هنلاقي التكست عمال يتكتب معانا بالشكل ده. طبعا عشان احنا حطينا الكي فريم الاولاني في الاخر خالص، فالتكست مجرد ما اتكتب اختفى، فممكن نضغط على السهم اللي هنا ده كده بحيث يطلع لنا الكي فريم. خلينا نشيله خالص ونرجع ورا شويه ونبدا نسحب دي، هنلاقي حط لنا كي فريم هنا، فنبدا نشغل هنلاقي التكست بيتكتب وبيفضل موجود بالشكل ده. وممكن في الاخر خالص نعمل تاثير الفيد ده بحيث ان هو التكست يختفي خالص، او تعمل حركه عكسيه ان انت تزود دي شويه مثلا عشان نسيب مساحه، ونيجي هنا نقوم حاطين كي فريم ونروح للاخر خالص. اوكي هو الافكت اختفى، انا مش فاهم ليه. خلينا نرجع ورا سنه وهنيجي عند الرايت اون ونبدا نسحب دي كده خالص، هنلاقيه عمل لنا كي فريم اوتوماتيك زي ما احنا عارفين، ونبدا نشغل هنلاقي التكست بيختفي بالشكل ده. ولو لسه ما فهمتش فكره الكي فريمز دي هنتكلم عنها ان شاء الله في جزئيه الفيوجن بشكل مفصل اكتر من كده، انا فعليا ما شرحتش منها اي حاجه لحد دلوقتي. وطبعا هتلاحظ ان في تفاصيل اضافيه فوق هنا زي اللاي اوت والترانسفورم والشيدنج والايمج والسيتنجز، فاللي حابب يتعمق في الجزئيه دي بقى هتلاقي ان شاء الله شروحات كتيره جدا موجوده على اليوتيوب، بس احنا مش هنضيع وقت فيها دلوقتي. ولحد دلوقتي يعتبر قلنا كل الحاجات المهمه ما عدا ازاي تغير مكان التكست اصلا. فبالنسبه للتكست مجرد بس ان انت بتضغط ضغطه هنا كده بتلاقي الكنترولز طلعت لك، تقدر تلف التكست زي ما انت عايز، ولو سحبت من اي مكان فاضي تقدر تحركه في اي مكان انت عايزه، وممكن حتى من الاطراف هنا تغير حجم التكست. ولكن لو جينا للتكست بلس هنلاقي ان الموضوع ما بيشتغلش معاه، ده بكل بساطه عشان محتاجين نفعل الفيوجن اوفرلاي، وهنلاقي الكنترولز ظهرت معانا مجرد بس ان احنا نضغط على المربع اللي في النص ده هنقدر نحركه في المكان اللي احنا عايزينه، وعن طريق الدايره دي نقدر نلف التكست بالشكل اللي احنا عايزينه. وطبعا السهم اللي فوق بيبقى للحركه الرئيسيه بس، والسهم اللي على اليمين ده بيبقى للحركه الافقيه بس. ولحد دلوقتي يعتبر خلصنا التكست وتمام ومفيش اي مشكله. ولكن لو بصينا تحت شويه عند التكست هنلاقي ان في كذا تمبلت ممكن نستخدمه. خلينا بس نكنسل السيرش ده دلوقتي ونفتح التول بوكس دي ونيجي عند تايتلز، وهنلاقي في تمبلتس كتير جدا ممكن نستخدمها، منها حاجات متحركه وحاجات ثابته. يعني مثلا الحاجه المتحركه اللذيذه اللي كنت لقيتها هنا كانت الديجيتال جلitch، دي بتطلع التكست بتاثير الجلitch بالشكل ده كده. خلينا نجربه عشان يبان اكتر. يعني مثلا نيجي في حته غامقه شويه زي دي، نحط الديجيتال جلitch بالشكل ده، نبدا نقلل مدته شويه ونرجع ورا شويه ونبدا نشغل. هياخد وقت شويه على بال ما يرندر، في الاخر هيطلع معانا الشكل ده. هو مدته قليله حبه، خلينا نمده شويه. في الاخر بيعمل نفس تاثير الجلitch تاني وبيختفي. هو محتاج بصراحه يرجع تاني في الحته الغامقه. خلينا بقى نشغله بعد ما رندر. اوكي طبعا لو ضغطنا عليه نقدر نغير اي تكست احنا عايزينه. ممكن مثلا السامبل تكست نكتب فيه اي حاجه احمد مثلا، وننزل تحت شويه هنلاقي التكست اللي فوق ممكن نكتب فيه دافينشي ريزولف، ونبدا نشغله بعد ما اخلص ريندر. تمام. طبعا في نفس الحاجه بس بتبقى في الزاويه تحت، في حاجه تانية بتبقى للجزء اليمين، وفي تاثير كويس كمان اسمه الفيد اون بيطلع التكست بالشكل ده، وفي حاجه ناحيه اليمين، في حاجه اسمها فليب اوفر، وعندك تمبلتس كتيره جدا ممكن تستكشفها. ونيجي بقى للانسبكتور اللي احنا فعليا يعتبر فهمنا 3/4 من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. في الفيديو اللي فات لقينا ان الجزئيه بتاعه الترانزيشن بتظهر لما بضيف اي ترانزيشن في النص هنا، والافكتس بيظهر فيها اي افكت انا بحطه على اللاير، وفاضل لنا جزئيه الفيديو والاوديو. فممكن هنا تتحكم بالزوم، ولو شلت علامه اللينك اللي في النص دي هتلاقي ان انت ممكن تتحكم بالطول والعرض بشكل منفصل. ده يعتبر سكيل فعليا ما هوش زوم يعني. فخلينا نرجع كل حاجه للديفولت بتاعها. بعد كده عندك البوزيشن بيتحكم بالمكان بتاع الفيديو. بعد كده عندك الروتيشن انجل، واضح ان ده الدوران. وفي طريقه اسهل من جزئيه الانسبكتور لو انت مش عايز تتعامل مع الارقام اللي هنا، يعني ممكن تتحكم في الزوم والبوزيشن والروتيشن عن طريق انك تيجي تضغط على السهم الصغير ده وتختار الترانسفورم. هتلاقي انك من هنا تقدر تتحكم في حجم الفيديو براحتك، ولو سحبناه كده نقدر نتحكم في المكان بتاعه عادي. والنقطه اللي في النص دي هي الانكر بوينت او نقطه الارتكاز بتاعه الفيديو، وهي اللي موجوده هنا. فدي فكرتها كلها ان دي النقطه اللي الفيديو بيلف حواليها، ولو غيرت حجم الفيديو هتلاقيه بيتغير من مكان النقطه دي. يعني انا مثلا لو خليتها عند الطرف بتاع الفيديو بالشكل ده كده وجيت سحبت الفيديو هيلاقيه بيتسحب من حواليها. فلو عايزين نرجع الكلام ده كله للديفولت بتاعه مجرد بس ان احنا بنضغط دبل كليك هنا وهنا وهنا وهنا، وكل حاجه بترجع زي ما كانت. ولو عايزين نطفي الكنترولز دي بحيث ما تزعجناش هنضغط بس هنا وهنلاقي كل حاجه اختفت معانا. طبعا ده البيتش لا تعليق بصراحه. وعندك الياو نفس الحاجه بس بشكل افقي يعتبر. وعندك هنا الفليب دي بتخليك تشقلب الفيديو بشكل راسي او افقي. بعد كده عندنا جزئيه الكروبنج، دي هتلاقيكم لاحظتوها كتير في اللقطات السينمائيه او اللقطات بتاعه الاكشن. بيجوا هنا يزودوا الكروب توب والكروب بوتوم بالشكل ده كده. هنخليهم مثلا على 50 وهنا على 50، لا 50 قليل بصراحه، 100 وهنا 100. اوكي كده معقول. وعندك السوفتنس ممكن تتحكم بالنعومه بتاعه الاطراف. فموضوع السوفتنس ده بيبقى ظريف جدا لو مثلا هنزود السوفتنس للاخر ونبدا نزود مثلا البوتوم شويه والتوب شويه، ونيجي مثلا من على الرايت نزودها كمان شويه، والليفت نخليها شويه كمان بحيث نخلي تركيز المشاهد على الجزئيه اللي في النص في الفيديو. ولو رجعنا السوفتنس لورا هنلاقي السوفتنس بتبقى ناحيه جوه بدل ما هي ناحيه بره. لحظه كده خلينا نصفر الشويه دول بالشكل ده
كده فعليا بنركز انتباه المشاهد على الجزئيه اللي في النص في الفيديو. طبعا ممكن نرجع السوفتنس للديفولت، وكمان الكروب مش شرط ان انت تتحكم بيه عن طريق الارقام اللي هنا، هتلاقيه موجود برده وسط الاختيارات اللي هنا دي، ممكن تتحكم فيه بايدك بالشكل ده كده لو مثلا في جزئيه معينه عايز تغطيها زي الجزئيه اللي فوق دي كده مثلا، فالموضوع هيبقى ابسط بكتير. وبرده ممكن نخفيها دلوقتي ونعمل كنترول زد عشان نرجع كل حاجه زي ما كانت. الجزئيه اللي بعد كده هي الدايناميك زوم، هي بتعمل زوم ان او زوم اوت في الفيديو، فخليها مثلا نقص حته في الفيديو كده ونيجي نشغل الدايناميك زوم فيها، نبدا نفتحها هنلاقي ان الفيديو بيعمل زوم اوت بالشكل ده. وممكن نعمل ايزنج للحركه، نخليها ايز ان اند اوت ونرجع نشغل الفيديو، هنلاقي الحركه بقت انعم شويه. وكمان موجود في الاختيارات هنا الدايناميك زوم، ممكن نتحكم بنقطه البدايه ونقطه النهايه، يعني انا مثلا ممكن اخلي نقطه النهايه هنا ونقطه البدايه هنا، وخلينا نشغل نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. اوكي ده اللي حصل فعليا. طبعا هي رجعت كده عشان احنا واقفين على ده. خلينا نرجع للفيديو بتاعنا تاني، وممكن فعليا يعني تخلي دي كده مثلا وتخلي دي بنفس الحجم وتبدا تسحبهم بالشكل ده، بحيث ان انت مثلا تعرض الفيديو من الشمال لليمين بالشكل ده. هي فكره بس ان الفيديو قصير شويه فممكن نزوده ونبدا نشغل كده، الموضوع بقى باين اكتر. وده كان بالنسبه للدايناميك زوم. خلينا بقى نشيله تاني. ننتقل بعد كده لجزئيه الكومبوزيت. اهم حاجه تعرفها فيها هي جزئيه الاوباسيتي، ممكن تتحكم بشفافيه الفيديو، فدي هتبان قوي لو جبنا اي صوره من هنا مثلا زي اللوجو بتاع تايتنز، ممكن نضغط عليه ونبدا نغير الاوباسيتي بتاعته، هنلاقي ان هو كل ما قللنا الاوباسيتي كل ما بقى شفاف اكتر، ولو خليناها صفر هيختفي تماما. دي برده ممكن نستخدم فيها الكي فريمز، يعني انا مثلا لو وقفت هنا كده وحطيت كي فريم وزودت الاوباسيتي عنده للاخر ورجعت ورا شويه ورحت حاطط كمان كي فريم ومقلل الاوباسيتي خالص وبدات اشغل، هلاقي اللوجو بيطلع معايا بالشكل ده. وده استخدام للاوباسيتي على سبيل المثال. يعني بالنسبه للكومبوزيت مود دي حاجه يمكن اللي اتعاملوا مع الفوتوشوب يعرفوها. خليني مثلا اجي هنا عند الجنريتورز واجيب حاجه زي الجراي سكيل مثلا، حاجه زي كده. وبالمناسبه بما اننا جينا للحته دي ففي جنريتور برضو ممكن عن طريقه تعمل لون معين، يبقى ممكن نخليه لبني مثلا، لو وقفنا عليه هنلاقيه لبني، ممكن نغير لونه لاي حاجه تانية. فدي كانت معلومه على السريع. نرجع تاني للجزئيه بتاعتنا الجراي سكيل مثلا، خلينا ننزل عند الكومبوزيت بتاعه ونيجي عند النورمال، ده الطبيعي اللي هو الفيديو ظاهر بشكله اللي احنا عارفينه. لكن لو خليناه اد مثلا هتلاقي الجزئيه السوداء اختفت والابيض بس هو اللي ظاهر. لو جينا مثلا عند كلر هنلاقي ادانا افكت مختلف، خلى الصوره ابيض في اسود اصلا عشان الساتوريشن بتاع اللون الابيض والاسود كلهم اصفار. عندك مثلا الكلر دوج بتعمل كده، عندك الداركن بتعمل كده، عندك مثلا حاجه زي مالتيبلاي، دي حاجه بتخلي الابيض شفاف والاسود هو اللي ظاهر. فالحاجات دي غالبا مش هتحتاجها غير في حالات معينه يعني، وساعتها ممكن تتعلمها عادي مش هيبقى فيها مشكله يعني. نرجع بقى للفيديو الاساسي بتاعنا. ممكن نغير السبيد بتاعته، ممكن نخليها مثلا هي الطبيعي بتاعها 100%، ممكن نخليها 200%. فلو جينا شغلنا هتلاحظ طبعا ان مده الفيديو ثابته، بس مثلا الفيديو بدل ما كان اخره هنا هتلاقي اخره هنا، والباقي ده الجزئيه اللي كانت بعد الفيديو يعني. ونبدا نشغل هنلاقي الفيديو فعلا بقى اسرع. خلينا نزود السرعه لحاجه ملحوظه شويه، يعني مثلا 600%. نبدا نشغل. اوكي ممكن نعمل له اوبتمايزد ميديا عشان يشتغل معانا احسن من كده. تمام نبدا نشغل. نلاحظ ان سرعه الفيديو زادت، ولكن نلاحظ ان الفيديو سحب قدام كمان شويه، يعني الجزئيه اللي هنا دي ما كانتش ظاهره معانا في الفيديو اصلا. ولكن الفكره عشان يزود السرعه، فمثلا الفيديو كان اخره هنا فبدا يودي اخر الفيديو الناحيه دي ويحط الزيادات على الناحيه اليمين. طب لو انا مش عايز كده، خلينا الاول نعمل كنترول زد عشان نرجع كل حاجه زي ما كانت. وهعلم بس على ريبل تايم لاين. لو عملت كده وغيرت السرعه وبدات ازود السرعه بالشكل ده، هلاقي ان مده الفيديو قلت ووقف عند النهايه بتاعته. طبعا مش شرط ان انت تغير السرعه بس عن طريق النسبه المئويه اللي هنا، انت ممكن تغيرها عن طريق الفريمات. يعني انت مثلا احنا مصورين ولنفترض على 60 فريم، فانا لو خليتها على 240 فريم وهلاقي سرعه الفيديو زادت ل 400%. لو كنا شغلنا هنلاقي طالع معانا بالشكل ده. طبعا ممكن تعكس اصلا الفيديو، يعني تعمل الفيديو ريفرس عن طريق بس انك تضغط على السهم اللي ناحيه الشمال، هتلاقي ان الفيديو معكوس بالشكل ده. ولو حابب اثبت الفيديو عند لحظه معينه، هقف عند اللحظه اللي انا عايز اثبته عندها وبعد كده هضغط هنا على علامه الفريز، هتلاقي كل حاجه بعد مؤشر القراءه بقت عباره عن صوره ثابته. نرجع كل حاجه بقى لطبيعتها، نعمل كده اهو. ننتقل بعد كده لجزئيه الاستابيلايزيشن. دي بتبان قوي مع الفيديوهات اللي متصوره بالكاميرا. ممكن مثلا ايدك تكون بتتهز وانت بتصور فيديو معين، فانت عايز تثبته كانه متصور مثلا بجيمبل او معدات احترافيه يعني، فالاستابيلايزيشن بيبدا يثبت لك الفيديو بطريقه معينه كده. فخلينا نرجع للجزئيه اللي كنت بضرب فيها البني ادم ده. هنيجي هنا مثلا من اول هنا السلاح بيبدا يتهز والفيديو بيتهز معايا، انا عايز اثبته بقى، يعني انا مش عايز الفيديو يقعد يتهز بالشكل ده. فخليني اقص الفيديو من اول هنا وبعد كده نتحرك قدام شويه لحد ما خلصت الطلقه خالص كده مثلا، ونيجي بقى على الجزئيه اللي في النص دي. بعد كده هضغط على ستيبلايز. هلاحظ طبعا انه كل حته من اطراف الفيديو، هنفهم ليه كمان شويه، بس خلينا نشغل.
هلاحظ ان الكادر بشكل عام ثابت، ولكن السلاح والخريطه والحاجات دي هي اللي بتتهز. عشان شغله الاستابلايزيشن ان هو عشان يثبت الكادر بقدر الامكان بيشوف مثلا ان انا بالسلاح في حته معينه الفيديو رفع لفوق شويه، فيقوم هو منزل الفيديو تحت. في حته تانية مثلا ممكن يلاقي الفيديو اتهز ناحيه اليمين، فيقوم هو موديه ناحيه الشمال عشان يثبته. والنتيجه اللي بتطلع في الاخر ان الكادر بيبقى ثابت، ولكن كل حاجه ما عدا الكادر بتبقى بتتحرك. وعشان يسيب لنفسه مساحه في الحركه فاضطر ياكل الاجزاء اللي بره كده بحيث ان يبقى في مكان ان هو يتحرك فيه. ولو عايز تطفي حته القص اللي بتبقى في الجناب دي خالص، ممكن بكل بساطه تطفي الزوم من هنا. هنلاحظ ان هو شال الزوم اللي بيعمله خالص، وشال اللي هو ما قصش اي حاجه من الجناب. ولكن لو بصيت كده هتلاحظ ان في فراغات بدات تبان فوق، فالموضوع ممكن ما يبقاش احسن حاجه يعني. فعشان كده يستحسن انك تسيبها شغاله. اما بالنسبه للمودز بقى فما عنديش فكره عنها بصراحه. ممكن تجرب الثلاث حاجات وتشوف انهي واحده بتديك احسن نتيجه. بس اعتقادي ان هم يعني كذا طريقه البرنامج بيقدر من خلالهم يثبت الفيديو يعني. ممكن كل مود بيبقى ليه خوارزميه مختلفه او حاجه زي كده يعني. وفي علامه صح اخيره لو علمنا عليها وضغطنا ستابلايز هتلاقي ان الفيديو زي ما يكون يعني اتركب بمسمار، اللي هو خلاص ما بيتحركش، كانك ثبتت الكاميرا في مكان معين ومش عايزها تتهز عنه. ده بالنسبه للبرسبكتيف هو اللي طلع لي الطريقه دي. لكن لو جربنا مثلا السيميلاريتي ممكن تلاقيه يعني طلع نتيجه مختلفه شويه. هتلاقي ان مركز الفيديو ثابت بس الفيديو من على الجناب كده عمال يتهز هزات بسيطه. اما بالنسبه للترانزليشن نجرب كده نشوف هتعمل لنا ايه. تقريبا نفس النتيجه بتاعت السيميلاريتي يعني. فده كان كل حاجه بالنسبه للاستابلايزيشن. جزئيه بقى اللينز كوركشن دي حاجه تبع نسخه الاستوديو مالناش دعوه بيها. بعد كده عندنا جزئيه بقى يعني اعتقد هتعجب كتير جدا منكم، هي حته الريتايم اند سكيلينج. دي مش هنستعمل منها غير حته الريتايم بروسيس بس. عندك البروجكت سيتنجز دي اللي احنا حاطينها في البروجكت سيتنجز، بس احنا ما غيرناش فيها حاجه. هو محطوط بشكل ديفولت على نيرست وده الطبيعي وما تغيرهاش عشان ما تلاقيش الفيديو بيهنج معاك جامد جدا وقت التشغيل. والجزئيه دي بتبقى مفيده جدا لو حبيت تعمل سلو موشن. يعني الفكره كلها ان انا مثلا لو جينا عند التشينج سبيد من هنا وقللنا سرعه الفيديو جامد 20% مثلا، هنلاقي الفيديو طبعا مدته زادت. وخلينا بس نشيل الاستابلايزيشن دلوقتي. هتلاحظ ان الفيديو فريماته قلت جدا لان هو متصور على 60 فريم. فاحنا لما قللنا سرعته ل 20% مده الفيديو زادت جدا والفريمات اتوزعت على المده دي كلها. حتى هتلاحظ لو لقيت الفريمز بير سكند هي قلت لحوالي 12 فريم. فطبيعي جدا انك تلاقي الفيديو بيهنج بالشكل ده ومش ناعم زي الفيديوهات اللي متصوره بفريم ريت عالي. فحل المشكله دي يكمن في الريتايم بروسيس. فلو جينا غيرنا دي لفريم بلند هتلاحظ ان دافينشي بينقل ما بين الفريمات بتاثير الكروس ديزولف اللي احنا كنا شرحناه مع الترانزيشنز، اللي هو بكل بساطه لو حطينا فيديوهين جنب بعض كده وحطينا الكروس ديزولف هنلاحظ ان هو بينتقل لهم بتاثير شبه شفاف كده، اللي هو بيظهر الفيديو الثاني فوق الفيديو الاولاني اللي هو بيبقى بالشكل ده كده. وتعتبر برده ما هياش احسن حاجه. وعشان كده ننتقل للحاجه اللي هتحل لنا المشكله دي بشكل كبير جدا وهي الاوبتيكال فلو. فكره الاوبتيكال فلو بكل بساطه ان دافينشي بيشوف الفيديو مثلا كان متصور على 60 فريم وفي نفس الوقت عدد الفريمات اللي بتتعرض في الثانيه الواحده هم 12 فريم. فبيبدا ما بين كل فريم وفريم يخمن الفريمات اللي في النص كانت عامله ازاي. يعني مثلا الطلقه دي كانت في الفريم الاولاني هنا وبعد كده في الفريم اللي بعده راحت مثلا هنا، فبيبدا يعمل فريم في النص بتبقى الطلقه فيه موجوده في النص هنا كده. ده على سبيل المثال يعني. والنتيجه اللي بتطلع لنا في الاخر بتبقى بالشكل ده، كأن بالظبط الفيديو متصور على فريمات عاليه جدا قبل ما يتبطأ. ولكن خلي بالك كل ما قللت سرعه الفيديو كل ما البرنامج يحتاج انه يخمن اكتر، وفي بعض الاحيان تخمينه ما بيبقاش احسن حاجه، فبتلاقي النتيجه اللي طالعه ما هياش احسن حاجه. حاجه مثلا زي الحته دي كده خلينا نبطئها مثلا ل 10% وننزل تحت عند الريتايم اند سكيلينج ونخليها اوبتيكال فلو. هيبدا يرندر معانا شويه حلوين. خلينا نشغله عشان يبدا يرندر. هتلاحظ طبعا المنظر الغريب اللي بيحصل في النص ده. يعني بص هنا كده، شايف بقى الكلام اللي يزعل. خلينا احركها لك بشكل ابطا شويه. ركز قوي على الرقم بتاع الطلقات اللي في الزاويه تحت. هتلاحظ ان هو بيتشقلب معانا يعني. والموضوع بيبان قوي في حته زي دي مثلا. بص الايد الانيميشن بتاعها عامل ازاي. فطبعا هو حل لنا مشكله يعني كتر خيره اصلا اللي هو بيخمن لنا الفريمات اللي في النص. وبكده نكون خلصنا كل الافكتات اللي ممكن نعملها على الفيديو. اخر حاجه بس هي السوبر سكيل. دي حاجه تبع نسخه الاستوديو فغالبا مش هنحتاجها اصلا دلوقتي خالص. دي حاجه مثلا لو كنت عايز تزود الريزولوشن بتاع الفيديو او حاجه زي كده. انا شخصيا ما جربتهاش بصراحه، بس عامه لو قررت تستخدمها في اي وقت هتلاقي ان الووتر مارك بتاعت نسخه الاستوديو ظهرت معاك. فالجزئيه دي ما هياش مهمه بالنسبه لنا دلوقتي. واخيرا هنيجي بقى على الجزئيه بتاعت الاوديو. خلينا نرجع ده كده. تقدر من هنا طبعا عند الفوليوم ممكن تتحكم بمستوى الصوت سواء هتزوده او تقلله. طبعا لو بصينا تحت في الزاويه هنا هنلاحظ ان الصوت عمال يعلى ويقل معانا. وفي طريقه كمان انك تتحكم بالصوت وهي عن طريق الخط اللي بيبقى ظاهر هنا ده، او حتى عن طريق الميكسر اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده. بس خلي بالك ان الميكسر بيزود الصوت بتاع التراك كله. يعني مثلا عندك ده التراك الاولاني، ده التراك الثاني، واللي هنا ده بيزود صوت كل التراكات مع بعض. طبعا لو جينا شغلنا هتلاحظ فرق كبير بين مستويات الصوت هنا وهنا. انا طبعا مقلل لك صوت الفيديو جامد جدا عشان سماعاتك ما تضربش، بس ممكن تجربها بنفسك لو حابب يعني. فممكن نرجع كل حاجه زي ما كانت عن طريق ان احنا بنضغط دبل كليك على السلايدرز بالشكل ده.
ننتقل بعد كده بقى لجزئيه البان ده فكرته ان انت مثلا عايز الصوت يروح ناحيه السماعه اليمين او يروح ناحيه السماعه الشمال، ده للسماعات المحيطيه او السماعات الاستيريو اللي فيها ناحيه يمين وناحيه شمال. انا هجرب معاك دلوقتي، يعني عايزك تلبس مثلا هاند فري او تلبس سماعه وتشوف دلوقتي النتيجه. وانا هسحب كده البان ناحيه اليمين خالص، والمفروض انك هتسمع الفيديو من الناحيه اليمين بس او من الناحيه الشمال بشكل بسيط خالص. ولو سحبناها ناحيه الشمال هتلاحظ انك سامع الفيديو من ناحيه الشمال بس. دي تفصيله زياده ممكن تضيفها للفيديو بتاعك، بس دي عاده بنستخدمها عن طريق الكي فريمز مثلا. يعني انا لو عندي مصدر صوت ناحيه اليمين فممكن احط كي فريم هنا واخلي الصوت ناحيه اليمين، وطول ما انا مثلا بلف احط كمان كي فريم واخلي الصوت رايح للنص، بحيث ان انا ادي ايحاء للمشاهد مثلا ان في حاجه على اليمين هنا. ودي انا شخصيا ما بستخدمهاش غير نادرا جدا، يعني ايام لما كنا بنصور فيديوهات الجيم بلاي. بعد كده هننتقل لجزئيه البيتش. اعتقد اغلبكم زمان جرب الموضوع ده في برامج مختلفه، يعني لما تسجل صوتك انت وواحد صاحبك مثلا وتزود السلايدر ناحيه اليمين فتلاقي صوتك بقى زي عيل صغير، ولما تيجي تكبره تلاقي صوتك ضخم كده وبقى زي راجل كبير. فهي دي فكره البيتش ببساطه يعني. فخلينا نجربها مثلا على صوت السلاح. انا هزودها حبتين 3. نبدا نشغل. اوكي، نبدا نخليها بقى الناحيه الشمال خالص. هتلاقي ان صوت السلاح تضخم بشكل كبير. ودي كانت فكرتها بكل بساطه. طبعا السبيد تشينج هيها بالظبط اللي موجوده في الفيديو، مفيش اي اختلاف. حتى لو جربنا نغيرها هنلاقي مده الفيديو كله بتتغير. وبس لو افترضنا انك في وقت من الاوقات حبيت تفصل الصوت عن الصوره بحيث ان انت تغير سرعه الصوت لوحده وتطفي اللينك كليبس اللي هنا، وهتلاقي الصوت انفصل عن الصوره تمام. ولو غيرنا سرعته بعد كده هنلاقيه بيصغر لوحده بعيدا عن الصوره خالص. اخر حاجه بقى وهي الايكولايزر. دي اصلا نقطه هنتكلم عنها في الفير لايت ان شاء الله، ولكن دي ببساطه بتقدر تتحكم عن طريقها بطبقات الصوت. بس الجزئيه دي هنسيبها لما نيجي ننتقل للفير لايت ان شاء الله، وانت لوحدك هتفهم هي بتعمل ايه، ولو احتجت تستخدمها هنا في وقت من الاوقات مش هيبقى عندك مشكله ان شاء الله. وبس كده يا شباب. انا عارف الفيديو ممكن يكون طول حبتين، وانا بعتذر جدا ان هو طويل، وفعليا بعتذر لنفسي قبلكم عشان انا اللي هتبهدل في المونتاج. فدعواتكم بقى ربنا يعديها على خير. وكالعاده لو استفدت من المقطع ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول لما تنزل. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.